هو الأستاذ المحترم ابن الأصول اللي بيعلق معاه بنات الناس ويقعد يوعدها ويعمل لها البحر طحينة، وأول ما العلاقة تبدأ تبقى في الجد يبلغ فرار، يجيب لها بقى من عرف شوية أكلاشيهات. انتي تستاهلي واحد أحسن مني، أصلا أنا مش هعرف أسعدك، خلينا أصحاب وأنا هبقى مبسوط جدا بصداقتنا دي. ده يبقى اسمه إيه؟ هو في احتمالات كتيرة أوي، خلّيني أقول لِك 3 احتمالات منهم. الاحتمال الأول إن هو يكون بيلعب أصلًا من الأول وعارف إن هو كده هيعمل فيكِ كده. الاحتمال التاني إن هو يكون عنده مشكلة في الالتزام، اللي هي commitment issues زي ما إحنا بنقول، إنه يكون داخل العلاقة وفاكر إن هو هيقدر يلتزم، وأول ما بيحس إن هو دخل في الجد واتزنق بيبلّغ فراغ. والاحتمال التالت إن هو يكون شخص الخيانة في طبعه، وده معناه إن هو بيوعد وعود ويسحبها أو ما يوفيش بيها، وده بصراحة البعد عنه غنيمة. وهُم يعني بنات الناس يعملوا إيه عشان ما يتعرضوش للمواقف دي؟ خلّيني أقول لِك إن تعاملُك مع الشخصيات دي مش حاجة وحشة أبدًا، أنتِ بتتعلمي وبتثقلي من شخصيتِك في تعاملاتِك مع الناس دي. هتتعلمي بعد كده مين تثقي فيه ومين لأ، مين تقدري تقولي عليه شخص يؤتمن ومين شخص لا يؤتمن. ولكني خلّيني أقول لِك على حاجة ممكن تساعدِك، اسألي عن الناس كويس أوي قبل ما ترتبطي، ودور أهلِك مهم أوي في الموضوع ده. تاني حاجة، ما تبدأيش علاقة في السر، خلّيها في النور، وخلّي أهلِك عارفين، وخلّيه هو عارف إن أهلِك عارفين. تالت حاجة، خلّي في فترة تعارف مهمة أوي، سواء هتسميها فترة قراية فاتحة أو فترة خطوبة. الفترة دي ركّزي فيها إنِّك تعرفيه وتشوفيه في مواقف كتيرة أوي، وتشوفي تصرفاته وانفعالاته وردود أفعاله، دي مهمة أوي عشان تعرفيه أكتر. رابع حاجة، حكّمي عقلِك مش قلبِك، قلبِك لسه قدّام شوية هييجي دوره. خامس حاجة، سيبيها على الله، اعملي اللي عليكِ، واعرفي إن أنتِ دايمًا ربنا معاكِ وهيقف جنبِك طول ما أنتِ موكّلاه أمرِك، بس كده.